السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نحضر معكم هاد المسمنه اللي كتجي رائعه في الفرن. هي نفس الطريقه باش نحضروا مسمن الشحمه. نستعملوها باي حشوه بغينا. انا اليوم غادي نستعملها معكم بحشوه مختلفه. هنا عندي الدقيق، 3 الكيسان دقيق الفرص، وكاس ديال الدقيق الفينو، ومعلقه سنيده، الملح، نص معلقه صغيره ديال الخماره حمراء، والماء. صافي هادشي اللي كنستعمل في العجين. كنعجنها بالماء بارد دابا الحال سخون، ونخلي العجينه ترتاح ونمشي نقاد الحشوه. على نار هادئه كناخذ مقلاة تنوضع فيها شويه زيت الزيتون، وكنحك فيها 2 فصوص ديال الثوم. كنقليهم شويه حتى يتشحروا شي شويه. عاد كنضيف البصله مشلضه بطبيعه الحال. هنا عندي 2 بصلات. كنخلي البصله ديالي حتى تهبط، حتى تدبال، يعني كتشحر مزيان. ضفت هنا قبيصه ديال الملح فقط مع ديك البصله باش البصله يحيد من هذاك الماء اللي فيها. هنا البصله كنجهد عليها باش ما تحررش لينا. صافي من بعد ما كتشحر كنضيف الفلفل مقطع والكورجيت محكوكه، والجزر كذلك حتى هو محكوك. بهذه الطريقه يعني الوليدات الصغار تياكلوا الخضره. التوابل عندي الابزار، الملح، البابريكا، شويه ديال السكنجبير، 3 الشحرات ديال الخضره ديالي مزيان. عاد ضفت الكفته. هنا درت انا 4 ديال الكفته، ولكن كنضيفو على حسب العدد الافراد في الاسره. صافي كنشحر كلشي مع بعضياتو مزيان. عاد كنضيف الزيتون مقطع في اخر مرحله. وهنايا كناخذ العجين ديالي كنقسمها لكويرات صغار، وكنبدا نطلق فيها باش نوضع عليها الحشوه. تلقى العجينه ديالي ارتاحت وطوعتني في الخدمه. وكنبدا نشكل مسمن ديالي بهذا الشكل المربع، تندير وحده في وسط وحده. تنعاود كل مسمنه طلقتها كندير فيها الحشوه، وندير في وسط منها المسمنه الاولى، وهكا حتى تنسالي كاع العجين اللي عندي بهذه الطريقه. تنسالي الكرات اللي عندي تقريبا. هاد العجين تتخرج 8 حتى 10 الكرات على حسب كي درتو الكرات. في الاخير تنطلقوا المسمنه ديالنا في لاطه ديال الفرن اللي تكون مدهونه، اولا ممكن تستعملوا البابي كويسون اللي بغا. صافي من بعد ما طلقناها كنكون مشعله الفران سخون، وكندخل ليه المسمنه ديال الطيب. وبالصحه والراحه، كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتخليو لي كي جاتكم في التعاليق.